انت بقى الحمى الروماتيزميه؟ ايوه بس خلي بالك انا مش سخونيه وخلاص. امال انت ايه؟ انا التهاب الحلق البسيط اللي بتستخفوا بيه وبتسيبوني من غير علاج وبعدها بشهور بضرب القلب. الكلام ده بجد يا قلب؟ للأسف. أيوة يا دكتور، ده شغلها، فركز في كل كلمة هتقولها لك. طب قولي لي يا حمى، انت بتيجي من ايه؟ انا نتيجه اهمال، مش دور برد عدى وخلاص. طب احكي لي بقى، هو انت بتبداي ازاي؟ ببدأ بالتهاب الحلق أو اللوز بسبب ميكروب اسمه الستريبتوكوكس. يعني التهاب حلق عادي؟ عادي لو اتعالج صح، لكن لو اتساب أنا هكمل لك القصة. وبتعملي ايه بقى في الجسم؟ بلخبط جهاز المناعة، فالمناعة تفتكر الميكروب لسه موجود فتهاجم الجسم نفسه. ايوه، انت بتهاجمي ايه بالظبط؟ طب عد معايا المفاصل، فعمل لك وجع وتورم وبيتنقل من مفصل للتاني، وبهاجم القلب خصوصا صمامات القلب. بتهزري؟ صمامات القلب؟ ركز، الله يكرمك يا دكتور، أنا هتعذب لو سبتوها. أيوه، وممكن أسيب أثر يفضل العمر كله لو اتأخرت في التشخيص. هو كده القلب كفايه علينا، بس هو في اعراض تانية؟ أعراض بقى زي السخونية، إرهاق شديد، طفح جلدي، وأحيانا بقى حركات لا إرادية عند الأطفال بيشبهوها بالرقص. طيب ومين اكتر ناس انت بتجيلهم؟ أطفال ومراهقين من 5 ل 15 سنة. طب هو ينفع نمنعك؟ طبعا، وأنا بكره الجزء ده. وده ازاي بقى؟ أول حاجة تعملوا فولو للدكتور، لأن من غيره ما كنتوش هتسمعوا عنه. تاني حاجة هتبدأوا بعلاج التهاب الحلق بمضاد حيوي مظبوط وفي وقته، بس ببساطة كده. ماشي، بس ده في الاول، بس لو ما لحقناكيش نعمل ايه؟ لا دي بقى قصة تانية. هتبدأ علاج طويل شوية ومتابعة مع استشاري مختص، وهتاخد حقن وقائية كل فترة، وده كله عشان مرجعش تاني، لأن لو رجعت ممكن أخلص على القلب. وزي ما سمعتوا، الحمى الروماتيزميه مش مرض مفاجئ، لا، ده اهمال لمرض بسيط كان ممكن نمنعه. وأي طفل التهاب الحلق عنده طول أو السخونية مش راضية تنزل، ما تستهونوش وشيروا الفيديو، يمكن تحمي قلب طفل طول عمره. أو ما تشيروش براحتكم، بس ما تزعلوش في الآخر مني. واكتبوا لنا تحت في الكومنتات تحبوا نتكلم عن ايه الفتره الجايه.